صباح الخير. طيب دي أول فكرة من كتاب سوبر ستيميوليتد، والراجل جاب اكزامبل في منتهى السهولة. بيقول لك أنا عايزك تقارن ما بين تفاحة وما بين حتة أوريو. التفاحة خرجت من الشجرة والكومبوننت بتاعتها كلها طبيعية، في حين إن الأوريو عشان يتعمل بيقول ان هو في كومبوننتس متجمعه من تقريبا الست قارات اللي في العالم، ان اوردر في الاخر ان انت تخرج قطعه الاوريو اللي موجوده في الباك بتاع الاوريو. والكومبوننتس دي كلها it goes under a process اللي هو بقى بيسميها، ودي اول فكره عايز اقولها في الكتاب، اللي هو بيسميها ultra processed food. يعني ايه ultra processed؟ يعني components محطوطة مع بعض and it underwent an industrial process. عشان ايه بقى؟ مش عشان طعمها يبقى حلو ولا عشان تبقى مغذية، لا، عشان يكون ليها the maximum effect on the brain، عشان في الاخر انت تاكل منها على قد ما الشركة عايزاك تاكل منها، مش على قد ما انت عايز وعلى قد ما هو مفيد بالنسبة لك، لا. لان انت لو ما اكلتش منها الشركه مش هتبيع، او هتبيع بشكل ابطا. فهو مش بس عايزك ان انت تاكل الاوريو، هو عايزك ان انت لما تشوف الباك بتاع الاوريو، فالديزاين بتاع الباك، ولما تدوق الاوريو ما تبطلش اكل وتاكل منها as much as possible. فهو هنا، ودي اللي هختم بيها، بيقول يا جماعه حاجه جامده جدا وبجد فكروا فيها. بيقول موضوع التخن يا جماعه لا ليه علاقه بالجينetics، ولا ليه علاقه بانت بتاكسرسايز قد ايه، وان كان طبعا الاكسرسايز is one of the most healthiest thing you can do to yourself. اللي هو بيقولوا ان هو ليه علاقه بالبرين. ليه؟ لان التخن عاده ما بيكونش من ان انت تاكل اكل صحي كتير، هو بيكون من ان انت تاكل الترا بروسيسد فود، والالترا بروسيسد فود مصمم to mess up with your brain، الريورد سيستم. وان انا لو كلت الشيبسي ده الاحساس بتاع ان انا اكون مبسوط قوي وان انا ما اعرفش اوقف، ابقى اوت اوف كنترول بيزيكلي. انت بتكون في حرب. الديالوج اللي بيحصل كل واحد فينا خصوصا بالليل لما يصحى من النوم بيكون عارف ان في حاجه في الثلاجه من امبارح، بيتزا ولا في كيس شيبسي في الدولاب في المطبخ، والحوار اللي بيدور بينك وبين نفسك اكله ولا ماكلوش ولا هتخن ولا خليها بكره. الحوار ده هو في ساينتستس لابسين بلاطي بيضة زي ما الاوثر بيقول، قاعدين في الشركه هم عمالين بيديزاين ازاي بقى ان انت في اللحظه دي تاخد القرار ان انت تاكل الشيبسي وان انت ما ترجعش تنام تاني. الترا بروسيسد فود هي اول هايلايت في الكتاب، وان انت وانا محتاجين ان احنا بقى نبتدي نعيد النظر in our consumption and how we approach ultra processed food. شكرا جزيلا.